تفتكر كتاب العلوم امتى يبقى له نهايه؟ يعني امتى بالظبط نقدر نقول ان احنا خلاص قفلنا الجيم وعرفنا كل حاجه بتدور حوالينا، خلاص ما عادش عندنا اي حاجه نعملها، نتجه للطبخ بقى ولا نشغل لنا اي فيلم؟ طبعا ده مش هيحصل ولا عمره حتى هيحصل، لان الانسان اولا مش مقدر ليه ان هو يعرف كل حاجه، العلم عند ربنا وبس. وثانيا لان في الغاز من بره تبان بسيطه وسهله، ولكن في الواقع هي لسه ما اتحلتش. والنهارده كده جايب لك كام حاجه من على وش القفص واتحداك لو لقيت لها تفسير او حل. صديقي المشاهد اهلا بيك. تخيل انسان يقعد اسبوع بحاله من غير نوم، يا ترى هل حياته هتبقى طبيعيه ولا لا؟ وهل هيكون بنفس الحاله اللي انت عليها دلوقتي؟ اكيد لا طبعا. النوم هو حاله طبيعيه بياخد فيها الجسم فتره الراحه بتاعته، هو الحاله اللي بتمر عليك. صحيح انت مش غايب عن الوعي بشكل كامل، لكنك برضو بتكون فاقد القدره على التحكم في تصرفاتك. والحقيقه ان مش كل الجسم بينام معاك، لان في اعضاء داخليه جوه جسمك بتفضل صاحيه عكسك. حاجه زي المخ مثلا بيفضل شغال طول الوقت، والدليل على كده حاجه زي الحلم، مخك بيتفاعل مع الاحلام اللي انت بتحلم بيها. ومش كده وبس، ده مخك كمان بيخلق الحلم نفسه. ومش الانسان بس يا صديقي لوحده هو اللي بيحلم، اغلب الكائنات الحيه بتحلم زيها زيك بالظبط. ومن وجهه نظر العلم فالنوم هو ضروري ولا غنى عنه ابدا، علشان الجسم يظبط هرموناته ويقدر المخ ان هو ينشط الذاكره. ولكن لان العلم مش بيعجبه العجب، فحب العلم ينكش في المنكوش وطرح سؤال انا بجده من اغرب الاسئله، وقال لك طالما الانسان موجود في الدنيا علشان يتزاوج ويتكاثر ويعمر الارض، طب ليه بقى هيضيع تلت عمره وهو نايم؟ ليه الجسم ما يستغلش الوقت اللي احنا بنقضيه في النوم في انه يمارس نفس الانشطه اللي احنا بنمارسها واحنا صاحيين؟ ويبقى كل فتره وفتره كده ريح له شويه، مش لازم تنام يعني يا اخي. والوقت اللي احنا بنضيعه في النوم ممكن الجسم يستغله في حاجه افضل ليه. ده حتى اجدادنا زمان كانوا بيناموا، وانا بتكلم على اجدادنا زمان قوي 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 يعني، مع العلم ان ده كان بيخليهم عرضه للافتراس. طب ليه النوم اصلا؟ لو جيت لحيوان زي الدولفين فهو على عكس الانسان خالص، بينام صحيح ولكن بنص مخ. مخ الدولفين عنده القدره وقت النوم انه يكون نص منه نايم والنص التاني هو اللي شغال. ومش الدولفين وبس، ده في كائنات كتيره جدا بتعمل الموضوع ده. حتى النوم بقى حاجه ضروريه للانسان، حاجه لو ما عملهاش فهو ممكن يموت اصلا. والانسان علشان ينام بشكل طبيعي ما ينفعش ان هو ينام اقل من 7 ساعات في اليوم. يا راجل ده انت لو طبقت يومين بتجيلك هلاوس وانت قاعد. صحيح احنا عرفنا ليه الجسم بيختار النوم، وجسمك بيحتاج جدا جدا لموضوع النوم ده، ولكن لحد اللحظه العلم ما قدرش يجاوب على السؤال اللي ملوش اجابه، وهو ايه فايده النوم الحقيقيه، وايه ممكن يحصل لو البشريه قررت ان هي ما تنامش للابد. لحد دلوقتي ما حلناش اللغز ده، وبنسبه كبيره مش هنحله اصلا. من ساعه ما اتوجدت البشريه على كوكب الارض كانت متاكده من حاجه واحده، وهي ان الزمن ثابت، الوقت ثابت، وان الكون ممكن تحصل فيه ملايين الاحداث المختلفه، والبيئات والثقافات بتختلف من بلد للتانيه، الا ان الوقت زي ما هو على وضعه ما بيتغيرش. لحد ما وصلنا لعشرينات القرن اللي فات وجه شخص غير تماما في نظره الانسان للوقت، ألبرت اينشتاين، واللي حط نظريه النسبيه، واللي لحد النهارده ما زالت محل جدال، ولكن ما حدش عارف ينفيها لحد النهارده. بس المهم قال اينشتاين ان الوقت مش ثابت، وعادي الوقت عندك يختلف عن الوقت عندي، وان الدقيقه اللي بتمر على شخص واقف على كوكب الارض هتكون مختلفه عن الدقيقه اللي بيقضيها شخص على كوكب بلوتو، ده لو حد راح هناك اصلا. وهنا نسال السؤال، يا عم اينشتاين انت دلوقتي قلت لنا ان الزمن مش ثابت، طب ممكن بعد اذنك تبدا تشرح لنا الموضوع ده؟ حسب نظريه النسبيه فانت عندك شويه حاجات ممكن تتحكم في الوقت وتخلي الوقت عامل شبه العجين بالظبط، تقدر تفرد في الوقت او تمط حتى، والحاجات دي نسبيه وبتختلف من مكان للتاني. رقم واحد وهي الجاذبيه. باختصار كل ما الجاذبيه تزيد كل ما الوقت يبطأ معاك، ولان الجاذبيه احيانا بتكون معتمده على حجم الجسم، فالوقت مثلا على سطح الشمس بيكون ابطأ بكتير من على سطح الارض، كذلك على الكواكب التانية. او لو رحت مثلا ثقب اسود جاذبيته مهوله، فالوقت هناك بيكون شبه متوقف. فلو ربنا كتب لك في يوم من الايام ورحت اي كوكب بعيد والكوكب ده كانت جاذبيته اعلى بكتير من الارض، لازم تعمل حسابك ان الوقت هيمر عليك هناك ابطأ ما هو بيمر عليك في كوكب الارض. اما تاني حاجه بقى بتتحكم في الوقت فهي السرعه، سرعه تحركك انت. كل ما تتحرك اسرع كل ما الوقت يعدي عليك ابطأ. يعني تخيل مثلا لو انت ركبت سفينه فضاء وسافرت لكوكب معين، بس بشرط تروح الكوكب ده وترجع منه بسرعه الضوء، واللي بالمناسبه هي 300,000 كيلومتر في الساعه، فانت في اللحظه دي الوقت هيمر عليك بشكل ابطأ من الشكل اللي مر به الوقت على اخوك اللي انت سايبه في كوكب الارض. ورغم ان نظريه اينشتاين فسرت شويه من تصرفات الوقت، ولكن لحد دلوقتي هي ما فسرتش ايه هو الوقت اصلا. ولو انا جيت طلبت منك تعمل مؤتمر صحفي وقلت لك هديلك $1,000,000 بس بشرط تطلع في المؤتمر ده وتعرف لنا ايه هو الوقت، مش هيكون قدامك الا تعريف واحد بس، وهو ان الوقت عباره عن سلسله من الاحداث اللي بتمر عليك، وبتقيس الزمن اللي الاحداث حصلت فيه. مثلا الشيفت بتاعك بيبدا من ساعه ما الشمس بتشرق وبيخلص وقت ما الشمس بتغرب، فما بين الشروق والغروب هو ده الوقت اللي انت بتشتغل فيه. طب ايه رايك لو حطيتك في مكان ما فيهوش احداث اصلا؟ هل ساعتها هتقدر تقول ان الوقت سلسله من الاحداث؟ برضه مستحيل. ولكن انا عايزك تطمن، لان لحد اللحظه ما قدرناش نلاقي
هنلاقي مكان خالي من الاحداث. على حسب رؤيتنا للكون اللي هي ما زالت محدوده جدا، احنا اقل بكتير من ان احنا نلاقي مكان فاضي وما يكونش فيه اي حاجه بتحصل. مفيش اي حته وصلنا لها في الكون عباره عن فراغ وبس، وحتى لو لقينا حاجه زي كده فمع الوقت بنكتشف ان هي جواها ماده زي الماده المظلمه، وكل ده في الاخر بيوصلنا لنفس النتيجه، ان احنا لحد اللحظه ما قدرناش نعرف ايه هو الوقت. وبما اننا بقى جبنا سيره اينشتاين، فتعالى كده نفصص في النظريه بتاعته شويه، يمكن نطلع منها بحاجه العلم مش قادر يفسرها، الا وهي الجاذبيه. مش جاذبيتك انت ناحيه البنات يعني، استغفر الله، ولكن اقصد جاذبيه الاشياء، جاذبيه الكواكب والنجوم والمجرات. حسب نظريه اينشتاين، فكل ما الماده حجمها بيزيد الجاذبيه فيها كمان بتزيد. يعني مثلا الشمس لان حجمها مهول جدا، فهي عندها القدره ان هي تجذب كل كواكب المجموعه الشمسيه ليها، ولكن زي ما الزمن هو كمان مش ثابت، الجاذبيه كمان مش ثابته. ولو رجعنا بالزمن اللي قبل اينشتاين بشويه، فكل الناس كان عندها اعتقاد واحد، هي ان الجاذبيه عباره عن قدره الاشياء على جذب الحاجات اللي اصغر منها في الحجم. الارض كبيره فعشان كده احنا مش بنقع من عليها. صحيح ده تفسير منطقي، ولكن ما فسرش مثلا حاجه زي دوران الارض حوالين الشمس او دوران القمر حوالينا. حتى اينشتاين وهو بيحط النظريه قال لك ان الجاذبيه دي عباره عن انحناء بنسيج الزمكان. وعلشان تفهم الموضوع، اينشتاين في النظريه بتاعته قال لك ان الكون عباره عن 4 ابعاد، طول وعرض وارتفاع، والبعد الرابع هقول لك عليه دلوقتي. بس ال3 ابعاد الاولانيين سهلين وممكن نشوفهم. انت لو قاعد في مكانك كده وبصيت لفوق ادي كده ارتفاع، لو جبت تلسكوب وبصيت فيه لابعد مكان في الكون فكده يعتبر الطول. وممكن وانت قاعد على كوكب الارض تبص على حاجه زي ذراع مجره درب التبانه وتبقى كده مسكت البعد الثالث للكون وهو العرض. ولكن عشان توصل لكل الكلام ده فانت هنا محتاج البعد الرابع، الا وهو الزمن اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه. وراح اينشتاين رابط الابعاد دي كلها ببعض ورسمهم على هيئه شبكه وسماها نسيج الزمكان. دمج كلمه الزمن والمكان يعني مع بعض، وقال لك ان الكون حوالينا كله مفروش على الشبكه دي، وكل ما كان حجم النجم او الكوكب كبير كل ما بيتسبب في انحناء للشبكه دي، واي جسم ساعتها بيقع في الانحناء ده تلقائي بينجذب للجسم اللي سبب الانحناء. وفسر بحاجه زي كده ليه القمر بيدور حوالين الارض وليه الارض بتدور حوالين الشمس، وهكذا الكون كله. ولكن بالرغم من المحاولات دي، واللي جايز ان نظريه اينشتاين تكون فسرت حبه من موضوع الجاذبيه، الا ان العلم لحد دلوقتي ما قدرش برضه يقول ايه هي الجاذبيه او حتى متكونه من ايه. هل هي طاقه خفيه موجوده حوالينا؟ هل هي قوه نقدر في يوم نرسمها على الورق؟ صحيح احنا عرفنا هي موجوده حوالينا ليه، ولكن لحد دلوقتي ما نعرفش شكلها او حتى بتتكون من ايه، والعلم عند الله. انا عارف ان انا سحلتك معايا وخدتك في مجرات وفي كواكب وفي حتت بعيده، بس خلاص تعالى نرجع شويه لكوكبنا ونبدا بقى نتكلم شويه عن نفسنا. بس الاول قول لي، هو انا شفتك قبل كده؟ مش عارف، انا حاسس ان انا قابلتك في حته، حاسس كده يا اخي ان انت مش غريب عليا، والمكان اللي انا بصور فيه الفيديو ده برضو مش عارف حاسه مش غريب يعني. يا عم انا بهزر معاك، انا اصلا قاعد بصور في بيتنا. المهم انا عايز اقول لك ان كتير بتحصل لنا حاجه زي كده، بتخش في مكان بتحس ان انت شفته قبل كده. يعني ان شاء الله لما ربنا يكرمك كده في يوم وتروح فرنسا، ممكن اول ما تدخل البلد تقول ايه ده، انا جيت هنا قبل كده زمان، وانت اصلا ما طلعتش بره بيتكم قبل كده. وساعتها بيجي لك احساس بالرعب، او تبدا تسيطر على دماغك افكار زي مثلا ما انا ممكن اكون جيت هنا وانا صغير، والمخ فضل يعبي الذكريات دي في دماغي وراح فارشها مره واحده اول ما جيت في نفس المكان. ولكن العلم ما سابش الموضوع ده في حاله، واطلق على الظاهره دي اسم ديجافو، وهي كلمه فرنسيه معناها شوهد من قبل. ويمكن بقى واحده من اغرب التفسيرات اللي حطها العلم للموضوع ده هي ان العين بتكون مسؤول عن الظاهره دي. طب ازاي الكلام ده؟ حسب نظريات علم الاعصاب، انت مثلا لما بتروح مكان معين فعينك بتبدا تسجل المعلومات حواليك وتسجل الصور والاشكال اللي قدامك، فتروح عين من ضمن عيونك الاثنين مسجله الحدث ده قبل عينك الثانيه، وعينك بتبقى زي عدسه الكاميرا بالظبط، تلقط الصوره اللي قدامها بسرعه وتبدا تبعتها للمخ، وبكده العين تكسب العين الثانيه في سباق مين اللي سجل الحدث قبل الثانيه. وهنا مخك بيكون زي اللهبل، ما يقدرش ان هو يترجم لك موضوع السبق ده، ويتهيأ لك ساعتها ان انت شفت المكان ده قبل كده مع انك لسه جايه اول مره، ولكن عينك الشمال او اليمين على حسب يعني بلغت مخك قبل العين الثانيه. ويمكن دي واحده من اغرب التفسيرات لظاهره الديجافو، واللي على فكره ما اتثبتش صحتها لحد دلوقتي. ومع الوقت بقى اتقال ان ده بيحصل عشان ممكن الشخص يكون مصاب بانفصام الشخصيه، بس اردم بقى على الراي ده لانها بتحصل لاشخاص ما عندهمش اي مشاكل ولا حتى امراض نفسيه، ولحد اللحظه العلماء مش عارفين يفسروا سبب الظاهره دي. بس عموما لو حصلت لك يعني مش عايزك تبقى قلقان ولا خايف، لانها بتحصل للناس كلها عادي جدا. ولحد هنا بقى تخلص الحلقه. انا عارف ان انا صدعتك ودوشتك معايا، بس انت بقى لو وصلت للمرحله دي في الفيديو فانت كده خدت حته من قلبي، وكمان بقى هتاخد قلبي كله يا سيدي لو عملت لايك وشير للفيديو. وعايزك بقى لو نفسك يعني في جزء تاني من الفيديو ده تكتب لي في الكومنتات، ده في ظواهر بالهبل لسه ما لقيناش تفسير، فيعني لو حبيت تعرف اكتر تكتب لي في الكومنتات وهعمل عنها حلقه باذن الله، واشوفك في الحلقه الجايه. يلا بقى سلام بقى، طولت عليك.